السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وأسركم طيبين وبخير، وربنا يدخل عليكم الفرح والسرور في الأيام المباركة اللي احنا فيها. إن شاء الله أقدم لكم النهاردة طريقة عمل الكحك بالطريقة العادية التقليدية بتاعة الأجداد والأمهات. فيلا بينا مع بعض نشوف الأسرار والتكات والحركات. أنا عملت 2 كيلو دقيق كحك، وهقول لكم على معايير الاتنين كيلو وعلى معايير الكيلو، بحيث اللي عايز يعمل كيلو يجرب فيه أو اللي عايز يعمل 2 كيلو. تمام. انا عملته الكحك ده اللي هو بيتعمل بالخميره. ما حطيتش عليه بيكنج باودر خالص. ان شاء الله في فيديو للكحك اللي هو بالطريقه بتاعه المخابز للي عايزينه، بس دي بالطريقه العاديه خالص اللي هي بتاعه الاجداد والامهات اللي هي الطريقه التقليديه. طبعا ده كحك معمول بالسمن البلدي السخن على الدافي. تمام. وادي اهو بوريكم شكل الكحكايه والنقشه. طبعا انا بعد ما بخلصه بحطه في السكر عشان يشرب منه، والكحكه طعمها بيتظبط لما بتقعد في السكر شويه، غير لما بتحط السكر فريش دلوقتي ويتقدم فريش. هقول لكم على كل حاجه واوريكم شكل الكحك كل حاجه وازاي يوصل معاكم بالمستوى ده. واللي عايز الكحك الجاهز ان شاء الله في فيديو هنزله لكم ان شاء الله، هتشوفوا فيه طريقه عمل الكحك الجاهز. تمام. ودي الكحكه من جوه، الكحك بالملبن. بس نتكلم بعد ما قدمت القناه 30 ثانيه. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي الا بالله، علشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ونبتدي. لازم نغسل الحاجه اللي هنشتغل فيها كويس قوي. فانا جبت السجات بتاعتي وغسلتها كويس وجففتها على طول عشان ما تصديش. غسلت الحاجات اللي هشتغل بيها، المنقاش والبصامه والطباعه، كل حاجه جاهزه ان هي تتغسل وتتنشف. الصواني دي كانت جايبهم لي حماتي هديه، ادعولها بالصحه وطولة العمر وان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويتم شفاها على خير. تمام. هنقول المكونات. مبدئيا انا استخدمت 2 كيلو من الدقيق. الدقيق اللي استخدمته دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، استخراج 72%. انا جربت قبل كده ان انا استخدم دقيق الضحى، نشف لي الحاجه بتاعتي مطلعش طعمها حلو. وجربت ان استخدم الدقيق اللي هو متغلف في الورق الكرتون، برضو ما طلعليش الحاجه كويس، ما ريحتش او بالطعم او في الشغل غير في الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، استخراج 72%. طبعا مش شرط اللون بتاع الكيس او مش شرط نفس الاسم، ولكن شرط عندي ان هو يكون مكتوب عليه من الامام او من الخلف استخراج 72%، طبقا للمواصفات